الصيام تجربة روحية، لكن في نفس الوقت هو تحول غامض بيحصل داخل جسمك بدون ما تحس. في الأيام الأولى بتكون لسه بتتعود على نقص الأكل والشرب، بتحس بالدوخة والجوع والتعب، لكن بعد 10 أيام الموضوع بيتغير تماما. جسمك بيبدأ يتحول وعقلك بيدخل في حالة مختلفة، وكأنك مش نفس الشخص اللي بدأ صيام. هل جسمك بيدخل في وضعية البقاء؟ وهل المخ بيبدأ يشتغل بطريقة مختلفة؟ وهل الصيام ممكن يوصلك لحالة من الإدراك أعلى من الطبيعي؟ اللي هتحسه بعد 10 أيام من الصيام مش مجرد إحساس، ده عملية بيولوجية معقدة بتحصل في الخفاء وأنت مش واخد بالك. استعد، لأننا هنكشف الأسرار الغامضة اللي بتحصل جواك بعد 10 أيام من الصيام. أول ما تبدأ الصيام جسمك بيتلخبط فجأة، مفيش أكل، مفيش سكر بيخش الدم، والطاقة اللي كان معتمد عليها اختفت. لكن بعد 10 أيام جسمك بيفهم اللعبة، وبدل ما ينهار بيبدأ يتكيف. معدل الحرق بيتغير، وجسمك بيدخل في وضعية توفير الطاقة، كأنه بيحاول يعيش بأقل قدر ممكن. بدل ما يحرق السكر بيبدأ يحرق الدهون بشكل أكبر، وده السبب إن ناس كتير بتلاحظ إنها بدأت تحس بخفة في الحركة بعد 10 أيام من الصيام. الخلايا بتبدأ عملية الإصلاح الذاتي، جسمك بيجدد نفسه حرفيا، بس الأغرب إن المخ نفسه بيتغير. بعد 10 أيام من الصيام المخ مش هو نفس المخ اللي بدأ الصيام. عامل التغذية العصبية بيرتفع جدا، وده معناه إن مخك بيشتغل بشكل أنشط. في بعض الدراسات العلماء لاحظوا إن الصيام بيحفز المخ بطريقة شبه التأمل العميق، وكأن العقل بيدخل في حالة مختلفة من الإدراك. في ناس بيقولوا إنهم بعد 10 أيام من الصيام بدأوا يحسوا إن تفكيرهم بقى أنقى وأحلامهم بقت أوضح. هل ده معناه إن الصيام بيفتح مستويات عقلية جديدة؟ جسمك بيبدأ يحارب نفسه لكن لصالحه. في الحالة العادية جسمك بيتخلص من الخلايا التالفة ببطء شديد، لكن بعد 10 أيام من الصيام الجسم بيبدأ عملية الالتهام الذاتي، ودي ببساطة معناها إن الخلايا بتبدأ تاكل الأجزاء التالفة منها وتصلح نفسها. العلماء بيقولوا إن الصيام ممكن يكون مفتاح لمحاربة الشيخوخة، لأن الخلايا بتبدأ تجدد نفسها بشكل أسرع، حتى الجهاز المناعي نفسه بيبدأ يعيد تشغيل نفسه وكأنه بيعمل ريستارت كامل. لكن في حاجة غريبة بتحصل كمان، الحواس بتبدأ تشتغل بطريقة مختلفة. بعد 10 أيام من الصيام في ناس بتحس إن حواسهم بقت أقوى، البصر بيبقى أوضح كأنك شايف أدق التفاصيل اللي عمرك ما كنت بتلاحظها، والسمع بيبقى أكتر حساسية كأن ودانك بتلقط أصوات بعيدة جدا. حتى الإحساس بالأجواء المحيطة بيزيد كأنك واعي أكتر باللي حواليك. ده مجرد إحساس ولا فعلا المخ بيدخل في وضعية استشعار أعلى؟ هل ممكن الصيام يخليك تشوف حاجات مش طبيعية؟ في ناس بتقول إن بعد 10 أيام من الصيام بيبدأ يحصل لهم تجارب غريبة. بعض الناس بيقولوا إنهم حسوا بوجود شيء حواليهم وهم لوحدهم. البعض بيقولوا إنهم شافوا ظلال أو كائنات في مجال رؤيتهم الجانبي، لكن لما بصوا ناحيتها ما كانش فيه أي حاجة. حتى الأحلام بتبدأ تبقى أوضح، وأحيانا فيها رسائل غريبة. هل الصيام فعلا بيخلي العقل ينشط بطريقة مختلفة لدرجة إنه يبدأ يلاحظ حاجات مش طبيعية، ولا ده مجرد تأثير نفسي؟ بعد 10 أيام من الصيام جسمك بيكون دخل في حالة بقاء مختلفة تماما، المخ بيشتغل بطريقة غير معتادة، والحواس بتبدأ تقوى، وحتى الطاقة الداخلية للجسم بتوصل لمستوى غريب ومختلف. السؤال الحقيقي، هل الصيام بيفتح للعقل أبواب جديدة؟ وهل فعلا إدراكنا بيتغير بسبب الجوع، ولا دي كلها مجرد عمليات بيولوجية جسمنا بيمر بيها؟ اكتب في التعليقات رأيك، وما تنساش اللايك والفولو. وبس كده، سلام.